الحيوانات مش بس كائنات بتعيش معانا على الكوكب، لكن في مواقف كتير أثبتت إنها عندها إحساس وذكاء ومشاعر بنشوفها في تصرفاتها وطرق تعاملها معانا. الكلاب والدلافين والقطط والفيلة وغيرها من الحيوانات دايما بتفاجئنا بقدراتها على التواصل والتصرف بشكل يتجاوز فكرة إنها مجرد حيوانات. وفي كتير من القصص في العالم شفنا حيوانات بتتصرف بطرق بطولية، بتحاول تنقذ أرواح وبتساعد في مواقف صعبة، وده بيثبت إن عندهم نوع من الذكاء والوفاء اللي ممكن يكون أكبر من اللي بنشوفه بين البشر نفسهم. المواقف البطولية دي مش مجرد قصص، دي حاجات حقيقية حصلت والناس حكيتها وأحيانا وثقتها بالصور والفيديوهات، وده بيخلينا نقف ونفكر: هل الحيوانات بتحس باللي حواليها وبردود أفعالنا؟ هل ممكن تكون الحيوانات دي فعلا عندها إحساس بالمسؤولية أو حب الناس اللي حواليها؟ أهلا بيكم ويلا بينا نعرف قصص غريبة حقيقية عن الحيوانات الذكية. في قصة مؤثرة جدا عن كلب اسمه هانكو. الكلب ده كان عايش مع عيلة بتحبه جدا وكانوا بيعتبروه أكتر من مجرد حيوان أليف، كانوا بيعتبروه فرد من العيلة. في ليلة من الليالي كان كل أفراد العيلة نايمين، لكن فجأة المطبخ بدأ يولع والنار بدأت تنتشر والدخان كان قرب يوصل لأوض النوم. هانكو الكلب كان أول حد يحس بالخطر، وبدل ما يهرب أو ينبح بعيد بدأ يجري بين أوض العيلة وينبح بقوة ويخبط برجليه على البيبان علشان يصحيهم، وفضل ينبح وينبههم لحد ما كل واحد منهم قام وصحي من النوم. وبمجرد ما صحيوا حسوا بالدخان والنار وقدروا يخرجوا بسرعة قبل ما يحصل لهم حاجة، وبفضل هانكو العيلة كلها نجت وقرروا يعملوا له تمثال صغير في البيت علشان يفضل دايما رمز للوفاء والشجاعة اللي كان بيتمتع بيها. قصة كايلي كانت أكتر من مجرد ذكاء، كانت فعلا بطولية. كيلي كان دولفين متدرب في مركز أبحاث وكان دايما بيلعب وبيحب يتعامل مع الناس. في يوم من الأيام كان في مجموعة من الغواصين بيعملوا أبحاث تحت المية، لكن حصل حادثة وواحد من الغواصين أغمى عليه بسبب إن الأكسجين نقص. كايلي كان قريب من المكان، ولما حس إن الغواص مش قادر يتحرك بدأ يطلع أصوات قوية وينبه باقي الغواصين بالمشكلة. الدولفين وجه الفريق للمكان بالظبط وقدروا ينقذوا الغواص، وده كان بفضل ذكاء كايلي وتعاونه السريع. العلماء كانوا شايفين إن تصرف كايلي كان بيدل على درجة عالية من الفهم للموقف وإحساسه بالخطر اللي كان بيمر به الغواص، وده زود احترام الناس للدلافين وقدرتهم على التواصل مع البشر. الغوريلا كوكو كانت معجزة في التواصل بين البشر والحيوانات. كوكو اتعلمت لغة الإشارة الأمريكية وقدرت تفهم وتتواصل مع البشر بشكل واضح. كوكو كانت بتعبر عن مشاعرها وبتحس باللي حواليها، وكانت تقدر تقول إذا كانت مبسوطة أو زعلانة على حاجة، وده كان بيخلي التعامل معاها فيه نوع من العمق. وفي مرة لما مات القط بتاعها اللي كانت بتحبه، الغوريلا عبرت عن حزنها وقالت إنها زعلانة بلغة الإشارة. التجربة دي أثبتت إن الحيوانات عندها مشاعر زي البشر وإنهم بيزعلوا وبيفرحوا. كوكو بقت مشهورة جدا وأثرت في الناس لأنها كانت بتمثل جسر للتواصل بين البشر والحيوانات، وقدمت دليل حقيقي على إن الحيوانات عندها ذكاء وقدرة على التعبير عن مشاعرها بطرق مختلفة. في تايلاند حصلت قصة مؤثرة عن الفيلة تارا اللي قدرت تنقذ طفل من الغرق بطريقة شجاعة. في يوم من الأيام كان في طفل صغير بيلعب جنب النهر، ولكن فجأة اتزحلق ووقع في المية والتيار كان قوي جدا والطفل بدأ يبعد عن الشط. تارا اللي كانت قريبة من المكان حست بالخطر وبدون تردد نزلت النهر وسبحت لحد ما وصلت للطفل ومسكته بخرطومها وطلعته لبر الأمان. الناس اللي شافوا الموقف ده كانوا مش مصدقين إن الفيل حس بالخطر وتصرف بالشجاعة دي. الفيلة معروفة إنها من الحيوانات الذكية وبتحس بالناس اللي حواليها كأنها فرد من عيلتهم، وقصة تارا خلت أهل المنطقة كلها يعتبروها بطلة ويدوها أكل وهدايا كنوع من التقدير اللي عملته. قصة القط سيمون بقى من أغرب القصص اللي حصلت وقت الحرب العالمية الثانية، علشان كان فعلا بطل موجود على متن السفينة الحربية البريطانية أميثيست. القط ده كان بيساعد العساكر اللي على السفينة في إنهم يتخلصوا من الفئران اللي كانت بتغزو المؤن الغذائية بتاعتهم. لكن في يوم من الأيام السفينة تعرضت لهجوم، ورغم إن سيمون اتصاب بس فضل يحمل تموين من الفئران اللي بدأت تنتشر بسبب التلف اللي حصل في المخازن. ولما رجعت السفينة بعد المعركة العساكر احتفلوا بالقط سيمون واعتبروه واحد من الأبطال اللي ساعدوا في الحفاظ على الأكل وقت الأزمة. ومن ساعتها سيمون بقى أيقونة للوفاء والصمود، وقصته بتدل على إن الحيوانات ممكن يكون ليها دور بطولي حتى في أصعب الأوقات.
البغبغاء أليكس كان من أذكى الطيور اللي اتعمل لها دراسة على الإطلاق، وكان مختلف مش بس في إنه بيتكلم لكن كمان لإنه بيفهم الكلام وبيعرف يجاوب بطريقة تدل على وعي. أليكس كان من نوع بغبغاء الأفريقي الرمادي المعروف بذكائه العالي، وكان بيشتغل مع عالمة أمريكية اسمها إيرين بيبرجر اللي دربته لسنوات علشان تشوف مدى قدرته على التعلم. أليكس ما كانش بس بيعرف أسماء الألوان والأشكال لكن كمان كان بيعرف يميز بين أعداد مختلفة. مش بس كده، أليكس كان بيتعلم كلمات جديدة باستمرار، وكان بيتفاعل مع ايرين ومع فريق البحث، وكان ساعات بيقول كلمات بتعبر عن مشاعره زي لما كان بيقول عايز اروح او مش عايز اتكلم لما يزهق. قصة أليكس بقت رمز لذكاء الطيور وقدرته الفريدة على التواصل بطرق معقدة، وبيعتبر دليل حي على ان الحيوانات حتى الطيور عندها قدرة على التفكير والفهم اكتر مما كنا نتخيل. في القطب الشمالي المعروف ببرودة ميته القاسية، في قصة ملهمة عن حوت اسمه يوليا اللي أنقذ سباحة كانت بتشارك في سباق سباحة طويل وسط المية المتجمدة. سباحة روسية شاركت في السباق ده، لكن بعد فترة قصيرة من السباحة بدأت تحس بإرهاق وتقلصات شديدة بسبب البرودة الشديدة. مع الموج الشديد والبرودة اللي كانت متغلغلة في جسمها فقدت السيطرة على نفسها وبدأت تغرق. في اللحظة دي يوليا اللي كان بيلعب جنب السباحين في المنطقة لاحظ إنها في حالة خطر وبدأ يتحرك ناحيتها. الحيتان البلوجة معروفة بذكائها العالي وقدرتها على التفاعل مع البشر، وده كان واضح في تصرف يوليا، والحوت استخدم راسه علشان يرفع السباحة ويشجعها على إنها تمسك فيه، وبدأ يزقها بلطف ناحية المركب اللي كان قريب منها. اللي كان بيحصل كان مذهل للناس اللي شافوا الموقف، علشان يوليا كان بيتصرف وكأنه بيفهم بالظبط إنها كانت محتاجة مساعدة، وبفضل مساعدة يوليا وصلت السباحة للمركب بسلام. في مدينة مومباي الصاخبة بالهند كان في كلب شارع معروف في المنطقة اسمه بيلو، قدر يجذب انتباه الناس بسبب تصرفاته المدهشة والذكية. بيلو كان بيتنقل في المدينة بمهارة، بس كان بيتميز بحاجة مش عادية، كان بيركب الباصات لوحده وبيعرف يستخدمها علشان يوصل للمكان اللي عايزه. كل يوم كان بيلو بيستنى في المحطة في وقت معين، ولما بيجي الباص اللي متعود يركبه يطلع فيه ويروح للكرسي المفضل ليه قدام ويقعد مستني لحد ما يوصل للمكان اللي كان عايزه. الغريب ان بيلو كان بيميز محطات معينة وبيعرف وقت نزوله بالظبط، وده كان بيبهر السواقين والركاب اللي كانوا شايفين فيه حاجة مختلفة عن باقي الكلاب. والسواقين بقوا عارفين محطاته اللي بينزل فيها، وكانوا بيساعدوه احيانا ويفتحوا له الباب، ولو وصل للوجهة بينزل منها ويرجع المحطة بعد فترة علشان يكرر نفس الروتين. وفي يوم من الايام ركاب الباص اللي كانوا دايما بيشوفوا بالو وهو راكب قرروا يتابعوه بعد ما ينزل علشان يعرفوا بيعمل ايه ورايح فين، واكتشفوا انه بيزور ناس معينة في المنطقة كل يوم، بيقضي معاهم وقت معين وبعدين بيرجع للمحطة. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.